يعني رفض تدريب منتخب فرنسا ورفض تدريب باريس سان جيرمان، وبقاله كام سنة بيفكر في محطته اللي جاية، وفي الآخر هيجي يدرب النادي الأهلي. دي حاجة غريبة جدا. أو زين الدين زيدان فعلا مرشح إن هو يكون المدير الفني القادم للنادي الأهلي، بالحجة واحدة بس: التجربة الجديدة والفلوس هتبقى آخر حاجة يفكر فيها. طب يا ترى مين جابه وإزاي دي هتفيد كابتن محمود الخطيب في دعايته الانتخابية؟ يلا بينا نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على كورة زون. كلنا عارفين طبعا ان زين الدين زيدان واحد من اهم المدربين التاريخيين في تاريخ ريال مدريد، الراجل اللي حقق معاهم 3 دوري ابطال الى جانب كمان 2 بطولة دوري اسباني و2 سوبر اوروبي وكاس العالم مرتين وكمان كاس اسبانيا. بيتدلل على التدريب لحد دلوقتي. كان زيدان اخر محطة تدريبية ليه هي برضه ريال مدريد من 2021. اليوم اللي انا بكلمك فيه ده زيدان ما تمسكش اي فريق بعد كده. رفض تدريب منتخب فرنسا ورفض تدريب باريس سان جيرمان ورفض تدريب اي سي ميلان. كمان الراجل قال انا واخد فترة نقاهة كده، فترة النقاهة اللي دلوقتي بقى لها 4 سنين تقريبا هتتفك عند النادي الاهلي. زين الدين زيدان واحد من افضل المدربين في العالم، بقول لك 3 دوري ابطال اوروبا، انت عايز ايه اكتر من كده؟ الراجل كان بياخدهم بالتليفون. مفيش نادي حقق الانجاز ده غير ريال مدريد مرتين، مره في الستينات ومره على ايد زين الدين زيدان. طب ازاي بقى هيتم اقناعه؟ الراجل مقتنع بالفكره لكن عايز 3 حاجات عشان يقدر يدرب النادي الاهلي: مشروع واضح، الى جانب كمان انه يتأمل له طلباته اللي عايزها على قد قدرة النادي الاهلي المالية، ان يبقى هو برضه بمثابة المدير الرياضي للمشروع ده. يعني من الاخر في ناس هتتلغي ادوارها خالص من الوجود في تواجد زين الدين زيدان كمدير فني للنادي الاهلي. واحد يقول هو من حقه يعمل كده؟ انا بكلمك في مدرب عالمي بجد، لا هو اورز فيشر ولا هو حتى كولر اللي يعتبر اعلى كواليتي مدرب دخل النادي الاهلي بعد مانويل جوزيه، وكولر كمان كان اسم عن مانويل جوزيه. يعني من الاخر كده انا بديك باكج. الراجل ده هيبقى متحكم في بعض الامور في النادي، لكن برضه ده مدرب كبير وليه اسمه. ده غير بقى الانفستر اللي هتيجي منه، يعني الاستثمارات اللي هتيجي من وراه للنادي الاهلي بصفته اسم كبير. طب والمرتب؟ المرتب هيشترك فيه 3 اشخاص او 3 كيانات: النادي الاهلي، شركة الكرة للنادي الاهلي، وبعض الرعاة. هيجمعوا له المرتب بتاعه لانهم متأكدين انهم بعد اقل من سنة هيجمعوا المرتب ده في صيغة اعلانات وفي صيغة رعايات وكمان في صيغ كتيرة جدا، لان الراجل ده هيضمن لك الاستمرار في البطولات العالمية بشكل كبير. طبعا التفكير دلوقتي عند كابتن محمود الخطيب اللي هو هيحسم كل حاجة من جهته في حالة الموافقة على شروط زيدان. تفتكر ان تولي زين الدين زيدان تدريب النادي الاهلي هينقله في حتة تانية ولا لأ؟ قول لنا رأيك في التعليقات.